تعالوا النهاردة نحضر مع بعض الغريبة الدايبة بمقادير بسيطة جدا والنتيجة بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هقولك على حل كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتحضري الغريبة، سواء فرشت منك او نشفت او وشها شقق. هقولك ازاي تسويها تسوية مظبوطة. الغريبة من النواعم بتاعة العيد السهلة البسيطة جدا جدا، تقريبا هي اسهل حاجة ممكن تحضريها في نواعم العيد. المقادير بتاعتها او المكونات بتاعتها بسيطة جدا، ما فيهاش اختراعات ولا افتكاسات. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس الاول يا ريت تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. انا اختكم سوزان ودي قناتكم قناة توفير ست البيت. مقاديرنا النهاردة هتكون بالكوباية، بس أهم حاجة الكوباية اللي هتستعمليها يا ست الكل تكون نفس الكوباية في كل المكونات، سواء هتستعملي الكوباية الكبيرة بتاعة العصير أو المج بتاع الشاي العادي. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق. الدقيق بتاعنا دقيق جميع الأغراض نخلينه، يعني أبسط مكونات ممكن تحضريها، ولا ميزان ولا أي حاجة. الدقيق بتاعنا مش هننزل عليه غير برشة ملح بس، ولا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا أي حاجة. معايا كوباية من السكر وكوبايتين من السمنة. عشان تاخدي معيار الكوباية المظبوط بتاع السمنة، سيحت السمنة حاجة بسيطة كده وعايرت الكوبايات بتاعتي ودخلتها التلاجة حوالي نص ساعة يا بنات، عشان اخد المعيار المظبوط. وانتي بتعايري الدقيق في الكوباية تخلي بالك انها تكون مليانة للاخر يا بنات، مش مفرغة من جوه، عشان المعيار بتاعك يكون مظبوط بالكوباية. دي من الحاجات اللي بتعمل مشاكل في العجينة. السكر بتاعنا كمان سكر انا طحناه في البيت يا بنات ونخلاه. معايرين كوبايه من نفس الكوبايات اللي عايرنا بيها كل المقادير، زي ما انتوا شايفين كده كوبايتين السمنه، كأن ما كانش فيهم سمنه. ما تسيبيش ولا فتفوته يا فوزيه عشان مقاديرك تبقى مظبوطه. ونيجي للخطوه بتاعه تقليب السكر مع السمنه. الخطوه دي هي اساس نجاح الغريبه. ما ينفعش يبقى فيه اي تكتلات للسمنه. القوام يكون كريمي كده يا بنات ومفيش اي اثر للسمنه خالص. هتستعملي المضرب اليدوي، هتستعملي المضرب الكهربائي، كمان ممكن تستعملي ايدك عادي جدا لو الكمية حاجة بسيطة، بس هتاخد معاكي وقت شوية لحد ما توصل معانا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجة كل شوية كده نزلي الاطراف بحيث ان ما يبقاش فيه اي تكتلات زي ما اتفقنا. الحجم بتاع العجينة بتاعتنا او الكريمة بتاعتنا بيتضاعف، اللون بيبقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده، كأنها كريم شانتيه بالظبط، بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده اساس نجاح الغريبة الخطوة دي. السمنة اللي انا مستعملاها النهاردة يا بنات سمنة بلدي، فيعني هكتفي بريحة السمنة البلدي في الغريبة، طبعا مفيش احلى منها. لكن لو مستعملة نوع سمنة تاني، سمنة نباتي بقى سواء كريستال او جنة، كل الحاجات دي عادي جدا تنفع. الغريبة اساسا ما بتتعملش غير بالسمنة، ففي الحالة دي هتستعملي 2 باكت من الفانيليا، تمام. لكن طبعا انا اعتمدت ان ريحة الغريبة بتاعتي كلها تكون سمنة بلدي. نزلت بالدقيق على الخليط كده بتاع السمنة والسكر وقلبت بالمعلقة شوية، بس في الحالة دي هبدأ اقلب كده بطراطيف صوابعي بحيث ان احنا نحس بملمس العجينة لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه، ما يبقاش فيه اي اثر للدقيق. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان النواعم ما بتتعجنش كتير يا بنات، عجنتها كتير هتعمل معاكي عرق وهتنشف. فبطراطيف صوابعك كده او بايديكي بتدخلي العجينه في بعضها. الايد اللي انت هتختبري بيها تكون ايدك النظيفه. مجرد ما تبداي ان انت تضغطيها كده في تشققات من الجنب، ما بتزوديش اي حاجه. قلبي شويه كمان العجينه في بعضها، هتلاقيها ظبطت معاكي بما ان المكونات او المقادير بتاعتنا مظبوطه جدا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، انا كده غسلت ايدي وشكلت قطعة عجين كده، ضغطتها ما بتفرش من الجنب ما بتشققش كده، العجينة مظبوطة جدا جدا. بنشتغل فيها على طول، احنا مش مستعملين اي مادة رفع. فبتجيبي الصواني بتاعتك ما بتدهنيش مادة دهنية ولا اي حاجة. هشكل كده باصغر معلقة في المعالق المعيارية، بحيث ان عايزين الاحجام كلها تبقى حجم واحد. وللامانة انا في اول كام واحدة كده استعملت المعلقة المعيارية، وبعد كده اشتغلت بايدي يا بنات. من كتر الوقفة في المطبخ هتبقى ايدك ميزانك وعينك ميزانك. طب اول مرة تحضري الغريبة ومش عارفة هي مظبوطة معاكي ولا لا، هتدخلي حباية واحدة كده في الفرن على درجة حرارة 160 170. بتشغلي الفرن من تحت بس ما بتشغليش الشواية. 10 دقايق لقيت الغريبة فرشت معاكي في الصينية، فمحتاجة كمان معلقة دقيق او معلقتين دقيق.
لقيت الغريبة شققت، فهتكون محتاجة كمان معلقة من السمنة. المشكلة الحقيقية اللي ممكن تواجهِك وأنتِ بتحضّري الغريبة، وهي إن الغريبة تفرش منِّك في الصينية أو تطبّع، فدي حلّها بيكون في الدقيق يا بنات. التشقُّقات بتكون حلّها السمنة زي ما اتفقنا، ولو هتنزلي بالسمنة ما تنزليش بيها بالمعلقة كده، قلّبيها كويس جدًا بالمضرب باليدوي، وبعد كده انزلي بيها على العجينة. الغريبة كمان من الحاجات اللي ما بنسيبهاش تنشف تمامًا في الفرن. أنتِ بتختبري الغريبة كده من الجنب مش من النُص يا بنات، عشان هتضغطي عليها هتلاقيها لسه طرية، فمجرد ما تختبريها من الجنب كده وتلاقيها نشفت بتطلعيها من الفرن فورًا، بتسيبيها 5 دقايق ما تلمسيهاش خالص، مجرد ما تطلع من الفرن ما بتلمسيهاش. كل دي حاجات لازمًا تاخدي بالِك منها لو أنتِ سنة أولى جواز كده وحابة تعملي غريبة وتكون ناجحة وجميلة معاكِ. خلاص عملنا الاختبار، اتأكدنا إن الغريبة بتاعتنا المقادير بتاعتها مضبوطة ولا فرشت ولا شققت. زينيها بقى أي تزيين، سواء اللولي، فول سوداني، أي مكسرات موجودة عندِك. كمان ممكن تحضّريها سادة، كمان ممكن تحضّري نُص بالشوكولاتة بإضافة معلقة كاكاو للعجينة والنُص التاني أبيض. التشكيل ده حاجة ترجع لِك وحسب ذوقِك واللي متوفر عندِك. أنا زي ما شايفين كده حضّرت صاج باللولي وصاج بالفول السوداني وصاج سادة. 4 كوبايات دقيق ما شاء الله عملوا معايا كمية كبيرة اللهم بارك. يبقى كده يا بنات كوبايتين الدقيق ليهم كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر، دي المقادير المظبوطة جدا لو حابة تجربي في كمية صغيرة. وزي ما قلتلك ممكن تجربي او تختبري العجينة بتاعتك في الفرن، تحطي وحدتين كده من الغريبة تشوفي النتيجة عاملة ازاي. فرشت معاكي زودي دقيق، شققت معاكي زودي سمنة، سهلة وبسيطة خالص ومفيش أجمل من كده، والنتيجة بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بتفضل في الفرن قد ايه من 10 دقايق ل15 دقيقة. التسوية بتاعتها مجرد ما تاخد لون كده من القاع يعني زي المتحنية كده يا بنات، بتخرجيها على طول. طبعا الغريبة ما بنشغلش عليها الشواية، لونها بيفضل أبيض زي ما انتوا شايفين كده، ده يبقى دوب وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. من اسهل نواعم العيد اللي ممكن تحضريها، ما كلفتناش كتير، اوفر بكتير جدا من الجاهزة. كمان حضرت كل نواعم العيد السنة دي بالسمنة البلدي. السمنة البلدي بتاعتي كانت عبارة عن زبدة، خليط بين الزبدة والسمنة النباتي يا بنات، فعطيوني ما شاء الله ريحة السمنة البلدي ممتازة جدا جدا. طبعا وكل ده بيندرج تحت اسم قناتنا توفير ست البيت. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. المقادير بتاع الغريبة بسيطة جدا، بس أهم حاجة في التسوية زي ما قلتلك ما تختبريش الغريبة من فوق، اختبريها من الجنب. مجرد ما تلاقيها بدأت تتماسك طلعيها على طول من الفرن. الصاج ممكن ياخد من 10 دقايق لربع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، بتسويه على درجة حرارة 160 170. الفرن يكون سخن مسبقا قبل ما ندخل الصاج بتاع الغريبة فيه. مجرد ما تطلعي الصاج من الفرن بتسيبيه مش أقل من 10 دقايق يبرد تماما، وبعد كده بتشيليه من الصاج. حطيهم بقى كده في علب تلاجة تكون محكمة الغلق، هتفضل معاكي شهر واتنين. ريحة السمنة البلدي مرملة جدا وطعمها في منتهى الجمال. انا هنا بوريكم ان انا اول ما اختبرتها من الجنب كده، حاجة بسيطة يا بنات وبتطبع، فعشان كده بقول لكم ما تلمسيش الصاج خالص اول ما يخرج من الفرن عشان ما يطبعش بالشكل ده. يا رب تكونوا استفدتم ومع السلامة.